الفرق المصرية في البطولات الأفريقية 100. في دوري الأبطال الأهلي فاز على نوار إيجل في مباراة الذهاب 1-0، وفي مباراة العودة 1-0. أما الفريق التاني بيراميدز فاستطاع إن هو يفوز على الجيش الرواندي في مباراة الذهاب 2-0، وفي مباراة العودة 3-0. أما في البطولة الكونفدرالية استطاع نادي الزمالك المصري إن هو يفوز على فريق ديكاداها الصومالي في مباراة الذهاب 6-0، وفي مباراة العودة 1-0. أما النادي المصري البورسعيدي استطاع إن هو يتعادل مع الاتحاد الليبي في مباراة الذهاب 0-0، وفي مباراة العودة قدر يكسب 2-1. علشان بكده الأربع فرق المصريين النادي الأهلي يصعد في بطولة أفريقيا لدور المجموعات. نادي بيراميدز هيلعب دور ال 32 مع فريق من أثيوبيا علشان إن شاء الله ربنا يكرمه ويحصل الأهلي في دور المجموعات. أما نادي الزمالك فقدر إنه يصعد لدور المجموعات، والنادي المصري البورسعيدي كمان إلى دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية. كل التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الأفريقية. سلام.